السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي. عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده زي ما واضح من العنوان هنحل مع بعضينا أداة وتقييمات مادة الدراسات على الأسبوع الرابع. نزلنا على القناة الأسبوع الأول والثاني والثالث، إن شاء الله هتلاقوا روابط حل الثلاث أسابيع في الوصف، وهتلاقوا كمان رابط حل تدريبات الدرس اللي عليه التقييمات ديت، اللي هو درس تدريس من كتاب الامتحان في الوصف، وكمان هتلاقوا ملف التقييمات PDF في الوصف. اي حاجة محتاجينها ان شاء الله نحاول نقدمها لكم على القناة على قد ما نقدر كده، ونفيدكم طلاب الاعزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي. عايزين ان شاء الله نقفل ونجيب الدرجة النهائية في اعمال السنة اللي هي 70 درجة، تمام. 40 درجة على الاداءات والتقييمات والواجب والكلام ده، و30 درجة على امتحانات الشهر 70 درجة. وبالنسبة لامتحان نصف العام هيكون عليه 30 درجة من غير يا مستر. فيعني نشد حيلنا كده ونركز مع مستر المدرسة عشان خاطر إن شاء الله يديكوا ال70 درجة بناء على التقييمات والأداءات والواجب، وكمان بناء على الامتحان بتاع الشهر اللي انتوا هتمتحنوه. هتمتحنوا امتحانين، امتحان 1 و2، وكل امتحان عليه 15 درجة، نجمعهم ب30 درجة ونضيف عليهم امتحان نص العام يدينا 100 درجة إن شاء الله. فبإذن الله تعالى يعني توعدوني كده إن انتوا إن شاء الله تجيبوا الدرجة النهائية في الدراسات، عشان ده هو اللي يفرحنا ويسعدنا. يلا نحل يا مستر اللي هو الأسبوع الرابع. طبعا أنا عندي PDF طبعته كده على الطبعة بتاعتي، وبديت يعني قلت نحله معاكم كده عشان خاطر نستفيد. هنبدأ بأول ورقة اللي هي ورقة الحصة، أو اللي هي الأسئلة اللي بتكون أثناء الحصة. أول سؤال، السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1: تقع هضبة الشطوط بين سلاسل جبال نقط. طبعا يا مستر احنا حافظين تقع هضبة الشطوط بين سلاسل جبال أطلس. رقم 2: من الجبال الالتوائية في الوطن العربي. حافظين طبعا كلنا أمثلة الجبال الالتوائية: جبال أطلس وجبال زاجرس وكردستان وجبال عمان. يبقى هنا نختار جبال كردستان. رقم 3: بتقع هضبة حضرموت في نقط شبه الجزيرة. هضبة حضرموت يا مستر بتقع في جنوب شبه الجزيرة العربية. 4: بيقع وادي العلاقي في دولة مصر. ده من أمثلة الأودية الجافة، تمام. وادي العلاقي بيقع في دولة مصر. خلصنا سؤال 4. سؤال رقم 5: تعد جبال نقط من الجبال الانكسارية. من الجبال الانكسارية خدنا جبال الشام وجبال البحر الأحمر. مفيش يا مستر لا الشام ولا البحر الأحمر، بس قلنا جبال البحر الأحمر لها كذا اسم. تعرف في مصر والسودان بنفس الاسم، وتعرف في السعودية بالحجاز وعسير. يبقى الإجابة جبال الحجاز. برافو عليكم. خلصنا يا مستر السؤال الأول. اختر. هنحل السؤال الثاني. اكتب صواب أو خطأ. رقم 1: بتظهر الهضاب البركانية بوضوح في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. أيوة يا مستر، جنوب غرب شبه الجزيرة العربية اللي هو اليمن، منطقة اليمن اللي هي فيها هضبة اليمن. يبقى العبارة دي ايه؟ صواب. بعد كده: من السهول الفيضية بالوطن العربي. سهول نهري جوبا وشبيلي بالعراق. غلط يا مستر، جوبا وشبيلي في الصومال، تمام. فنغير العراق نكتب الصومال، هو مش عايز تغيير، او نغير جوبا وشبيل ونكتب النهرين اللي في العراق اللي هم دجلة والفرات. بعد كده: تكونت الارسابات الرملية بفعل الرياح. ايوه يا مستر صواب، الارسابات الرملية اكيد تكونت بفعل الرياح. خلصنا كده السؤال الثاني. السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة. بما تفسر الأودية الجافة أهمية كبيرة. أهمية الأودية الجافة حافظينها: تستخدم كطرق للمواصلات. يبقى أقول له إيه؟ تستخدم كطرق للمواصلات. وتاني حاجة: ويسهل الحصول منها على المياه الجوفية. ويسهل الحصول منها على المياه الجوفية. يبقى تستخدم كطرق للمواصلات والحصول على المياه الجوفية. دي أهمية الأودية الجافة. وخدنا طبعا تعريف الأودية الجافة حافظينها، ودي كانت تجربة مياه الأمطار قديما ثم جفت. بعد كده: ما النتائج المترتبة على ترسيب المواد العالقة بمياه النيل على جانبيها؟ طبعا ده ترتب على ذلك تكون مياه النيل أو مياه النهر تكون السهول الفيضية الخصبة. تكون السهول الفيضية، لأن السهول الفيضية بتتكون على جانبي الأنهار نتيجة ترسيب المواد العالقة بمياه الأنهار. خلصنا كده أول صفحة اللي هي صفحة
ورق الحصة. هنروح بقى للصفحة التانية اللي هي صفحة الواجب المنزلي. الواجب المنزلي السؤال الأول: أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. رقم 1 جبال نقط، يلا نحل ونغير لون القلم. رقم 1 جبال أطلس اللي هي في شمال غرب الوطن العربي. رقم 2 جبال نقط، فين 2 اهي يا مستر؟ جبال البحر الأحمر، برافو عليكم. رقم 3 جبال نقط، تمام. خلي بالكوا دي الحجاز ودي عسير وتحت كده اليمن، لأن الحدود بتاع اليمن اهيت، يبقى دي جبال مين؟ عسير يا مستر، جبال عسير تبع جبال البحر الأحمر. 4 هضبة نقط اللي هي الهضبة اللي في شمال شبه الجزيرة العربية، هضبة بادية الشام. 5 هضبة نقط، تمام. الهضبة اللي في المنطقة دي اللي هي هضبة شمال أفريقيا. هضبة مين؟ شمال أفريقيا أو هضبة أفريقيا الشمالية. وممكن يكون يقصد هضبة تاني، ده محتاج إن احنا نبص للخريطة، تمام. هنجيب كتاب كده الامتحان أو الأضواء وهنشوف الخريطة، هتلاقوا هضبة موجودة في ليبيا هنا كده اسمها هضبة تبستي. هضبة مين؟ تبستي. مفيش يا مستر هضبة تبستي، يعني هو مش جايبها هنا، خلي بالكوا كاتب هضبة أفريقيا الشمالية. لكن هضبة تبستي دي يعني لو ركزتوا كده في خريطة اللي هو أفريقيا، ده موجودة في الصف الثالث الإعدادي. لكن احنا علينا يا مستر ما عليناش الهضبة اللي بتقول عليها ديت، احنا علينا هضبة أفريقيا الشمالية اللي هي أكبر لضبط اتساعا. رقم 6 هضبة نقط. 6 طبعا الهضبة اللي في وسط شبه الجزيرة العربية، هضبة نجد، برافو عليكم. السؤال الثاني اكتب صواب أو خطأ. رقم 1 بتعتبر جبال عمان من الجبال للالتواء بالوطن العربي، صواب. صواب يا مستر. رقم 2 تتميز السهول الفيضية بمصر والعراق بالتربة الخصبة، صواب. السهول الخصبة صالحة للزراعة، من السهول الفيضية. من أمثلة الجبال الانكسارية جبال أطلس، غلط. من أمثلة الجبال الانكسارية جبال الشام وجبال البحر الأحمر، أو ممكن نغير الانكسارية يا مستر ونكتب الالتوائية. 4 وادي العلاقي من الأودية الجافة في مصر، صواب. لسه حلين الأسئلة ديت يا مستر. السؤال اللي بعد كده: بما تفسر الأهمية الاقتصادية للسهول الساحلية على البحر الأحمر والخليج العربي. بما تفسر اللي هي إيه؟ غنية، أو لأنها غنية بمصادر الطاقة أو بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة. يبقى السهول دي غنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة زي البترول وزي الغاز الطبيعي والفحم. يبقى دي إجابة رقم 1 الأهمية الاقتصادية للسهول الساحلية على البحر الأحمر والخليج العربي. بعد كده بما تفسر 1 سيوة أهلة بالسكان، يعني فيها سكان، أقول له بسبب وجود التربة الخصبة. الواحة دي بيكون فيها تربة الخصبة اللي هي صالحة للزراعة، والمياه الجوفية العذبة. والمياه الجوفية العذبة اللي هي مياه الآبار والعيون العذبة. وقيام الزراعة، وبالتالي قيام الزراعة وتركز السكان وتربية الحيوان. خلصنا يا مستر السؤال الثالث. هنحل السؤال الرابع. اكتب المصطلح الجغرافي الذي تدل عليه العبارات الآتية. رقم 1 سهول كونات الأنهار عن طريق ترسيب المواد العالقة بميائها اللي هي السهول الفيضية. رقم 2 أودية كانت تملأها المياه في العصور القديمة ثم جفت، الأودية الجافة. رقم 3 منخفضات في الصحراء يعيش بها السكان وترعى فيها الحيوانات، ده تعريف الواحات، برافو عليكم. خلصنا كده يا مستر الواجب، يلا نحل مع بعضينا الامتحان اللي هو التقييم نفسه. تقييم الأسبوع اللي هو إيه؟ بيكون عليه بقى الدرجة الأكبر اللي هي 10، هو بيكون عليه 5 درجات. طبعا شايفين كده 3 مجموعات، المفروض الفصل بيتقسم ل3 مجموعات أو زي ما المستر شايف اللي هو عايز يعمله براحته. لا اللي يهمنا في الأول وفي الآخر إن احنا نعرف نحل مع المستر، وممكن يغير يجيب أسئلة غير ديت.
عادي يعني، إن شاء الله يا مستر إحنا جاهزين لأي حاجة. طيب أول سؤال بيقول إيه؟ ما النتائج، بلاش الثقة العمياء دي، ما النتائج المترتبة على حدوث الثورانات البركانية؟ دي خدناها في العوامل، عوامل تشكيل سطح الوطن العربي، ونترتب عليها تكون الجبال والهضاب البركانية مثل هضبة اليمن. تكون الجبال أو تكون العديد من الجبال والهضاب البركانية مثل هضبة اليمن. ده أول سؤال. السؤال اللي بعديه، بما تفسر تكون الكثبان الرملية في الوطن العربي؟ لا تكونت الكثبان الرملية طبعا بسبب التعارية الهوائية، اللي هي بسبب ايه؟ نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها. يبقى بسبب نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها، اللي هي التعرية ايه؟ المائية. برافو عليكم. السؤال اللي بعديه، ماذا يحدث إذا لم تتعرض الصخور للتعرية الهوائية؟ تمام، نفس الكلام يا مصر. لم تتكون العديد من الظاهرات، بقول لم تتكون العديد من الظاهرات التضاريسية مثل الكثبان الرملية. مثل الكثبان الرملية. يعني السؤال ده عكس السؤال اللي فوق، سؤال 3 عكس سؤال 2. المجموعة الثانية رقم 1، بما تفسر تنوع تضاريس الوطن العربي؟ تنوع التضاريس بسبب اختلاف العوامل المؤثرة في تشكيل أو تعدد، بلاش اختلاف دي، تعدد العوامل المؤثرة في تشكيل سطح الوطن العربي، والتي تنقسم إلى عوامل باطنية اللي هي الحركات الالتوائية والانكسارية والثورانات البركانية، وعوامل خارجية اللي هي التعرية المائية والتعرية الهوائية. بسبب تعدد العوامل المؤثرة في تشكيل سطح الوطن العربي. السؤال اللي بعديه، ما النتائج تنوع مظاهر السطح في وطننا العربي؟ تنوع مظاهر السطح طبعا ده يؤدي إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية. تنوع الأنشطة الاقتصادية ما بين زراعة وتعدين وصناعة، وكمان واختلاف توزيع السكان. يبقى دي النتائج اللي ترتبط على تنوع مظاهر السطح في الوطن العربي، تنوع الأنشطة الاقتصادية واختلاف توزيع السكان. السؤال اللي بعد كده رقم 3، أيد توجد بعض المناطق الزراعية في الصحاري العربية، أيد حيث توجد الواحات والتي تقوم فيها الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية العذبة، اللي هي المياه الآبار والعيون العذبة، ووجود التربة الخصبة مثل واحد سيوة. هنديله مثال واحد سيوة. يبقى الإجابة رقم 3 تانية مصدر أيد بالأدلة. توجد بعض المناطق الزراعية في الصحاري العربية اللي هي الواحات، يبقى حيث توجد الواحات، وأبدأ أكتب تفاصيل عن الواحات اللي هي بتكون فيها الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية العذبة، ووجود التربة الخصبة مثل واحد سيوة في مصر، واحة الكفرة في ليبيا. خلصنا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة رقم 1، بما تفسر واحد سيوة إلى بالسكان؟ لسه حلينا يا مستر السؤال ده. بسبب وجود التربة الخصبة والمياه العذبة، التربة الخصبة والمياه الجوفية العذبة وقيام الزراعة. أهم حاجة دي خلي بالكم في الإجابة، قيام الزراعة نتيجة وجود الحاجات ديت أدت إلى وجود السكان. السؤال اللي بعديه، حدد أوجه الشبه والاختلاف بين جبال أطلس وجبال البحر الأحمر. نبدأ بالشبه. نقول تكونت نتيجة حركات باطنية
تكونت نتيجة حركات باطنية. ده أوجه الشبه. طب أوجه الاختلاف، نكتب الاختلاف هنا كده. تمام. بالنسبة لجبال أطلس، جبال التوائية تمتد من الغرب للشرق، وجبال البحر الأحمر انكسارية تمتد من الشمال للجنوب. دي في الجناح الأفريقي، ودي في جناحي الوطن العربي الأفريقي والآسيوي على جانبي البحر الأحمر. يبقى دي أوجه الاختلاف. جبال أطلس التوائية، جبال البحر الأحمر انكسارية، دي بتمتد في الجناح الأفريقي، دي في الجناح الأفريقي والآسيوي، ودي قلنا من الغرب للشرق، ودي بتمتد من الشمال إلى الجنوب. تكتبوا الحاجات ديت وتسجلوها عندكم. آخر سؤال: ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ يعني العبارة صادقة ولا غير؟ تعتبر هضبة اليمن من أهم الظواهر التضاريسية في هضبة شمال أفريقيا. لا يا مستر، العبارة خطأ. والتصويب اللي هي تعتبر هضبة الشطوط، تعتبر هضبة الشطوط بدل اليمن من أهم الظواهر التضاريسية، من أهم الظواهر التضاريسية في هضبة شمال أفريقيا. بس كده يا مستر، بس كده خلصنا حبايبي وأبطال تاني إعدادي الحلوين. خلصنا تقييم الأسبوعي رقم 4 على القناة، والحمد لله احنا في التاريخ ماشيين عالي العال. حلينا لكم درسين في الوحدة الرابعة اللي هي بتاع التاريخ الخلفاء. حلينا درس أبو بكر ودرس عمر بن الخطاب. تمام، اللي ما سمعش الفيديو يسمعه. وإن شاء الله تعالى يعني في الجغرافيا نكمل مع بعضينا، والجغرافيا كلها أساسا قاعد درسين، عشان كده أنا مكسل أروح للجغرافيا دلوقتي. فإن شاء الله احنا ماشيين كده بنظام، وهنحاول كده نخلص المنهج بدري عشان ننزل لكم مراجعات وامتحانات. عندنا كمان قناة تانية عاملينها اسمها قناة المبدع في الدراسات، دي إن شاء الله ننزل عليها امتحانات وحاجات برضو مهمة، فلو حابين تتابعوها وتشرفونا يعني بالاشتراك فيها. كان معكم على القناة مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.